اليوم غادي نصايبوا البراونيز باسهل طريقه، كيجي ناجح 100%، معلك من داخل ومقرمش من برا، كيجي هائل بكل المقاييس. وصفه مضمونه النجاح ان شاء الله. بالنسبه للمقادير المضبوطه بحال ديما غتلقاوها مكتوبه لتحت. غادي نحتاج باكيه ونص ديال الشوكولات ما يعادل 300 غرام. انا خلطت ما بين الشوكولات 55% والشوكولات ديال الحليب، ممكن ديروا كلشي حليب اولا كلشي 55%. صافي كنزيد الزبده وكندوبهم مع بعضياتهم، وغادي نزيد من بعد 3 المعالق كبار ديال الكاكاو المر، وهذا سر من اسرار التعليكه ديال البراونيز. صافي غادي نخلطهم مزيان ونحطهم على جنب يبردوا، وندوزو نصايبوا الخليط الثاني اللي غنحتاج له 4 ديال البيضات. غادي نزيد لهم كاس ديال السكر وربع كاس ديال الزيت. صافي غادي نطرب كل شيء حتى يبدا بحال كيبيض واحد شويه. ضروري هذه المساله لان هي اللي كدير لنا داك القشيره اللي كتكون في البراونيز. من بعد غادي نزيد كاس ونص ديال الدقيق، وغادي نزيد له الكركاع داكشي اللي بغينا، شويه ديال الفاني. صافي كنخلط هادشي وغنزيد له الخليط الاول اللي صايبنا، وكنخلط كل شيء وغادي نخويه في اللاطه اللي ديجا دايره فيها الورق ديال الفرن. ديجا الفران عندي كيسخن على 180 درجه، كندخلوه تقريبا 20 دقيقه. ملي نخرجوه نخليوه حتى يبرد تماما، عاد كنقطعوه. انا قطعته ودرت له واحد شويه ديال الشوكولاط وزينته بالطريقه باش كنلقاوه مزيان في المخبزه وكيعجبنا. وهادشي اللي كاين بالصحه والراحه.